هذه هي الوصفه اللي غادي تنسيك جميع الوصفات اللي جربتي ديال السردين. غنشارك معك واحد التتبيله كتجي كتحمق، كتجي بها السردين مقرمش لذيذ مذاقو غزال، ما تشبعيش منه. طريقته سهله وبسيطه وبلا قلي، غير في الفران. هنايا عندي السردين منقي كيما شتي معايا مزيان على هذا الشكل هذا. غنخليه جانبا يتسقطر ليا مزيان من الماء. غناخذ واحد الاناء غنحك فيه 2 ضريسات ديال الثومه، غنزيد عليهم واحد شويه ديال سكينجبير طري حتى هو محكوك، القشور ديال السيترون ولا ديال الحامض حتى هما محكوكين، وعصير نص حامضه تقريبا واحد معلقه ونص حتى 2 معالق ديال الحامض، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال صوص صوجا، مليحه، شويه الكمون، شويه ديال التحميره وشويه ديال البزار وشويه ديال السودانيه الناس اللي كيبغيو الحار. وما تنساوش واحد شويه ديال المطارد اللي كتعطي واحد البنه غزاله، معلقه ديال النشا ومعلقه ونص ديال السميده، ولا تقدروا تعوضوها بالفينول اللي يكون مسمد اللي يكون حرش. كنخلط كلشي مزيان، كنزيد واحد شويه الزيت الا بانت ليا ناقصه، ولا كان الخليط هكا عقد كنزيد واحد القطيره ديال الماء، جهد واحد المعلقه تقريبا ديال الماء. كنعاود نخلط مزيان، كنحصل على هاد الصلصه هذه اللي هي فاش غادي نتبلو السردين ديالنا ولا غادي نشرملوه. كتجي ما شاء الله غزاله. خليوه هكا مرقد في هاد الشرموله هذه واحد نص ساعه، عاد ديروه باش يطيب في الفران. كيجي ما شاء الله بنين بزاف وكيشرب لكم القوام وكيجي غزال بزاف بزاف. صافي كنخليه جانبا واحد نص ساعه. من بعد كناخذ هنايا الطاوه كندير فيها بابي كويسون، كنبدا كنزل السردين على هذا الشكل هذا باش ندخلوا الفران. انا درتو بجوج تتبيلات، درت التتبيله اللي درت معكم دابا ودرت واحده اخرى، واحد الشرموله اخرى. الا كنتو بغيتوها حتى هي نشاركها معكم، علاش لا، خليوها ليا في التعاليق نشاركها معكم فيديو. صافي كندير كلشي هكا في الفران في الطاوه عفوا. كنرشو بزويته ديال العود او زيت الزيتون، زويته بلديه، وكندخلو كيطيب عافيه فوق وتحت 200 درجه حتى تيتحمر. كيولي على هذا الشكل، كيجي مقرمش، كيجي بنين غزال بزاف بزاف. والسردينه راه كديروها غير وحده وحده، يعني ما كتلاصقوش السردين مع بعضياتو ولا كتجمعوا، كديروها غير هكاك وحده وحده، راه كتجي ما شاء الله كيحمق. عرفتوا تحلفوا عليه بانه مقلي، ما تقولوش راه طايب في الفران. وكيجي فتي من الداخل ورطب وبنين بنين بزاف. صراحه مالين الدار فاش ذاقوه عجبهم بزاف على الشرموله العاديه اللي كنديرو حنا ديما. جاهم هذا مذاقو حسن وجاهم مذاقو مختلف وبنين. جربوه راه غادي تعجبكم الوصفه ان شاء الله.